تألق الأهلي من جديد في مساء اليوم بعدما تم تأجيل المباراة لظروف نصر أكتوبر المجيدة واحتفالات نصر أكتوبر المجيدة، لتبدأ المباراة الساعة 9 مساء في توقيت القاهرة. والنهاردة كانت ولا أروع وظهور ولا أروع لموديست وإمام عاشور. تابعونا. الهدف الأول من ضربة جزاء جميلة رائعة من علي معلول اللي دايما بحط الزغلول، وعلى يمين البلعوطي حارس مرمى إنبي في الزاوية الصعبة في التلت الأولاني على يمين حارس المرمى. والهدف الثاني موديست بدأ يتألق ويتعمق ويظهر ويحرز الأهداف. والهدف الثاني للأهلي والأول له في الدقيقة 51 على يسار البلعوطي حارس مرمى إنبي. ويأتي التألق وتغيير إمام عاشور ليدخل ويشعل المباراة، وإثارة فوق إثارة وصراخات فوق صراخات، إلى أن يسجل الهدف الثالث قبل انتهاء المباراة بدقائق معدودة. كرة أرضية تلعوبة إسرو خدها ويغازل في منطقة الجزاء وشاط على يسار حارس مرمى إنبي البلعوطي ليفوز الأهلي ويصعد لنهائي كأس مصر. وإن شاء الله سنفوز 3-0 الأهلي وإنبي مهزوم. باي.